ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هناخد شابتر الالقايل، وده يعتبر اسهل شابتر واخر شابتر عموما في المنهج. كله معلومات قديمه، مفيش غير مثلا سلايد او اتنين بس هم المعلومات جديده، لكن كلها معلومات متكرره عموما من الترم الاول. فان شاء الله مش هياخد مننا وقت، ودي يعتبر نهايه منهج الاورجانيك عموما. نبدا بسم الله. اولا حاجه، هو هيتكلم على انواع الالقايل هالايد. يعني ايه كلمه اصلا القايل هالايد؟ يعني مجموعه القايل ماسك فيها هالايد، سواء كلور او بروم. دي كلمة معنى القايل هالايد. طب ايه الأنواع؟ عندي 4 أنواع للألقايل هالايد. حاجة اسمها مونو هالايد، داي هالايد، تراي هالايد، تترا هالايد، وباينة من الاسم. كلمة مونو هالايد يعني فيها هالايد واحد، يعني مثلا ذرة كلور واحدة. داي هالايد يعني فيه ذرتين كلور. تراي يعني 3. تترا يعني 4. أهم حاجة في المونو هالايد أنواع الهالايد ذات نفسه. بمعنى الهالايد عندي 3 أنواع. حاجة اسمها برايمري، سكندري، تريتشري، يعني اولي وثانوي وثلاثي. ده نعرفه ازاي؟ ده لو مثلا عندي مركب بالشكل ده، قلت مثلا CH3 CH2 CH2Cl. انا ممكن اعرفها بطريقتين. اول حاجه انا ببص على ذره الكربون اللي ماسكه فيها الكلور، اللي هي عندي مين؟ الذره دي. طب الذره دي اوليه ولا ثانويه ولا ثلاثيه؟ احنا اتفقنا لو ذره الكربون ماسكه فيها اي مجموعه القايل واحد اولي، ماسكه فيها مجموعتين ثانوي، ماسكه فيها 3 ثالثي. فلو بصيت فدي تعتبر مجموعة القايل واحدة. فإذا الذرة دي، ذرة الكربون دي برايمري، يعني أولي. فإذا الكلور هيتبع إن هو يبقى 1، يعني كلور هنا أولي، يعني الهلايد أولي. طب مثلا لو أنا عملت كده CH3 CHCl CH3، برضه أنا ببص على ذرة الكلور اللي ماسكة فيها الكلور، إيه، ذرة الكربون اللي ماسكة فيها الكلور، اللي هي دي. لو بصيت هنا في مجموعة القايل، يعني اللي هي الميثايل، وهنا في مجموعة القايل مش ماسكة في اتنين، خلاص يبقى ده سكندري، ثانوي. فإذا الهلايد ده ثانوي. مثال تاني، لو أنا جبت مثلا مركب زي ده CH3، مثلا C هنا Cl CH3 CH3، ادي مثلا CH3 ونحذف دي ونخليها 2. برضو انا عيني على ذرة الكربون اللي ماسكة فيها الكلور دي، ماسكة فيها كام مجموعة القايل؟ ادي مجموعة، دي كلها مجموعة واحدة اللي هي مجموعة إيسايل، ودي مجموعة. كان أنا عندي 3 مجاميع، فالذرة دي تريتشري، يعني ثالثية. فإذا الهلايد ده ثالثي. طب في طريقة تاني سريعة، بمعنى أنا ببص على ذرة الكربون اللي ماسكة فيها كلور، والله لو ذرة الكربون دي عاملة رابطتين هيدروجين، فإذا الهلايد ده أولي. طيب لو ذرة الكربون دي عاملة رابطة مع الهيدروجين بس، فيبقى سكندري. طيب لو مفيش هيدروجين أصلا، فيبقى تريتشري. تعال نشوف ازاي. لو بصيت على اول مثال فوق، اللي هو المثال ده، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان هنا اصلا ذرة الكربون عاملة رابطتين هيدروجين، فده بي ايه؟ اولي. المثال اللي تحته ذرة الكربون عاملة رابطة مع الهيدروجين، فبقي ثانوي. ذرة الكربون هنا مش عاملة ولا رابطة مع الهيدروجين، فبقي ثالثي. عايز تحفظها احفظها، عايز تفهمها افهمها زي ما انت عاوز. ده المونو هالايد، وده يعني اكتر واحد مهم في الشابتر ده عموما، عشان ده اللي عليه الشغل. يبقى اولا عرفنا، وده مهم جدا، تحديد الالقاب هو اولي ولا ثانوي ولا ثالثي، عشان ده هيفيدنا دلوقتي قدام، وده بيجي عليه سؤالين على الاقل في الحته دي. او يعني ادي 2 هيدروجين ودي اكس، يعني هنا مفيش هيدروجين. الداي هالايد، يعني ايه داي هالايد؟ يعني انا عندي ذرتين هالايد، يعني فرضا ذرتين كلور. ذرتين الكلور ليهم 3 اشكال. بمعنى يا ذرتين الكلور بيدخلوا على 2 كربون جنب بعض، فنسميها فيسينال. يعني الفيسينال ذرتين كربون جنب بعض لازم يكون فيهم مثلا ادي الكلور، بس يكونوا جنب بعض. او الحالة التانية ان ذرتين الكلور يكونوا على نفس ذرة الكربون، يعني دي هنا Cl ودي هنا Cl،
فده احنا بنسميه جيمينال. او الحاله الثالثه ان انا مثلا ازود كربونه هنا واحط هنا الكلور واحط هنا الكلور، بسميه تيرمينال او سيبريتد، يعني مفصولين على بعض. يعني لو جنب بعض فيسينال، على ذره واحده جيمينال، بعاد عن بعض تيرمينال، او بنسميها سيبريتد، يعني لازم يكون عندي ذرتين هالايد. بعد كده تراي هالايد وتترا هالايد، ده هنتكلم عنه قدام. فكره بقى الشابتر تعتمد على ان همسك كل نوع، تسميته، البريبريشن بتاعته، الرياكشن بتاعته بس. واصلا عموما المونو هالايد هو اللي فيه شغل اكتر في الرياكشن بتاعه، لكن الباقي سهل. تعال ندخل على المونو هالايد. داخل اول حاجه على المونو هالايد، التسميه بتاعته يا ايوباك يا كمون شائع. ايوباك نفس طريقه الالكانات اللي احنا خدناها في الثانويه عامه وخدناها الترم الاول، بحدد اطول سلسله كربونيه، برقم من الجهه الاقرب، مفيش جهه الاقرب، الجهه الاكثر، مفيش الجهه الابجديه. يعني مثلا مثال كده على السريع، لو انا عندي الشكل زي ده مثلا كده، كنت بسمي ازاي؟ كنت بحدد اطول سلسله، اطول سلسله اهي، الجهة الأقرب للتفرع، هنا التفرع عند 2، هنا التفرع عند 2. طب الأبجدي كلورو بيبدأ بالسي، دي مجموعة ميثايل ام، فالأولوية يبدأ من الكلور، يبقى 1 2 3 4، فبسميه 2 كلورو 3 ميثايل بيوتان. ده شغل خدناه في ثانوية عامة والترم الأول. دي بقى مهمة جدا، ودي طالع يعتبر دي يعني أساسيات في التسمية. والبعض ممكن يتلخبط ما بين كلمة ايزو أو سيك، نيو، وكلمة تيرت، يعني اختصار كلمة تيرتشري. تعالوا نشرحهم بالتفصيل تحت. أول حاجة مقاطع في التسمية. مقطع كلمة إن يعني السلسلة بتاعتي مستقيمة. يعني مثلا لو قلت لك إن مثلا بيوتايل، يعني إيه إن بيوتايل؟ يعني عندي والله 4 ذرات كربون على نفس السلسلة، يعني أنا مش هرفع ذرة لتفرع. عرفت منين بمزاجي؟ أكيد لأ، عشان رمز الإن يعني سلسلة مستقيمة. طب لو جاب لك مثلا في الامتحان إن بيوتايل مثلا كلورايد، تفهم إيه من الكلمة دي؟ تفهم ان الكلور ماسك في اول ذرة كربون، يعني ماسك الاطراف، يعني الكلور يا هنا يا هنا، وكده كده مش هتفرق معايا. طب واحد يقول لي ليه طب ما ادخلهاش مثلا ذرة الكلور، ادخلها هنا مثلا، اشمعنى دخلتها على الاطراف؟ لان هيتحول اسمها لاسم سك ولا هنشرحه دلوقتي. يبقى بس انا عايزك بس تاخد بالك من حاجة، ان المقطع ان تبقى سلسلة مستقيمة، لو جمعها لايت بتدخل على الاطراف. طب ايه بقى المقطعين بقى اللي ممكن يرخبطوا لبعض؟ المقطعين دول ايه الفرق لو انا قلت لك مثلا في الامتحان سك بيوتايل برومايد، او ايزو بيوتايل برومايد؟ ده في فرق شاسع جدا، وده اصلا بيختلف على نوع الهجوم، وده اللي هنعرفه قدام. بس تعالى بس نشرحه من تحت. تعريف مقطع ايزو: هي ذرة كربون ماسكة مجموعتين ميثايل، كلامي واضح، مجموعتين ميثايل مش القايل، شايلة مجموعتين ميثايل، واكيد رابطة هنا فيها مجموعات القايل. هنا بقى لازم يكون عاملة مع الهيدروجين، ما ينفعش ادخل الكلور هنا. يبقى مقطع ايزو هي ذرة كربون شايلة عندي مجموعتين ميثايل، ولو فيها ماسكة مجموعة القايل تمام، وعاملة هنا ربط هيدروجين، او بالمعنى الاصح ما فيش عنصر مختلف غير الكربون ماسك فيها. يبقى لازم ذرة الكربون اشوفها شايلة 2 ميثايل. طب المقطع سك، هي برضو ذرة كربون فرضا شايلة مجموعتين ميثايل، ودي مثلا مجموعة القايل، بس ذرة الكلور او اي عنصر مختلف كلور او او اتش تدخل هنا، فانا ده بسميه سك. اسف لو كلور. يبقى تاني، يبقى ايزو تحط لي ذره كربون عامله مجموعتين ميثايل، ما تحطش في الذره دي اي هالايد. طب لو قال لي سك، لا الذره دي لازم يدخل فيها الهالايد. وبالمثل لو جيت قلت لك المقطع نيو، مقطع نيو معناه ان ذره كربون
شايله 3 مجموعات ميثايل وهنا عامله اي مجموعه القايل. ما ينفعش ادخل هنا الهلايد. طب لو قال لك مثلا تيرتشري مثلا، هنا بقى تختلف. هنا برضو ذره كربون شايله 3 مجموعات ميثايل، كده ناقص لها رابطه، هي دي الرابطه اللي يدخل فيها الهلايد. يبقى ركز، لو انا قلت لك ايزو عامل لي ذره كربون فيها مجموعتين ميثايل، ما تدخليش فيها الهلايد. سك لازم تدخل فيها الهلايد. طب لو نيو ذره كربون عامله حواليها 3 مجموعات ميثايل وما دخلش فيها الكلور، طب لو تيريتشري لازم ادخل فيها الكلور. طب تعالى نطبق فوق واوريك هتفرق ازاي دلوقتي معايا. لو حذفت الكلام ده تعالى نطبق كده. هو هنا بيقول لك ايه؟ بص انا بفكر في سؤال ازاي. هو قال اولا سك. طيب سك ايه؟ بيوتايل. طب هو البيوتايل كام كربون؟ 4 كربون. فانا عايز اشوف ذره كربون فرضا شايله مثلا مجموعتين ميثايل بالشكل ده، ناقص لها ذره اهي. تلاتة 4. لا هو انا ثواني، هنا في فرق عشان هي مش هتبقى سك دي كده. دي مثلا اخليها مثلا بنتايل مثلا. بنتايل. بنتايل يعني عندي 5 كربون. ادي ذرة كربون شايلة مجموعتين ميثايل، فاضل لي ذرتين مثلا اهم CH2 CH3. طيب انا لو سبت المركب ده كده ايزو، هو قال لك سك، فالبروميد البروم هتدخل هنا. يبقى انا حققت اللي عايزه ازاي؟ لو بصيت ذرة كربون شايلة مجموعتين ميثايل اهم، ودي مجموعة ايكو، في نفس الوقت دخلت فيها ذرة البروم. هنا بقى نوع الالقايل هلايد ايه؟ اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ هنا باين ان ذرة الكربون مش عاملة روابط هيدروجين، فده يبقى من النوع الثالثي. طب تعال بقى نشوف الاسم التاني اللي هو قال لك برضو ايزو بنتايل بروميد، برضو نفس الفكرة. انا عارف ان كلمة ايزو ان ذرة كربون شايلة مجموعتين ميثايل، وادي CH2 CH3. مش دي ثانويه، ما ينفعش ادخل فيها البروم. ليه؟ لان هو قال لك ايزو. لو كان قال لك سك زي دي كنت دخلت البروم هنا، لكن هو ما قاليش غير كلمه ايزو، فالبروم هتدخل فين؟ هتدخل هنا. فاصبح الالقايل هلايد اللي عندي هنا اولي. تعال نشوف الكلام ده فوق. ادي مقطع ان سلسله مستقيمه. لو المقطع ايزو كربون ماسكه في 2 ميثايل ومش بترتبط بعنصر اخر، لو انا قصدي على الهلايد يعني. المقطع سك هي كربون يا ماسكه في 2 ميثايل، يعني اي مجموعتين القايل عموما ولكن مرتبطه بالهلايد. والنيو ماسكه 3 ميثايل مش ماسكه في الهلايد، والتريتشي كذلك. بمعنى هنا يقول لك مثلا ايه؟ سك بيوتايل كلورايد. طب هو رسمه ازاي؟ هو رسمه كلور شايله مجموعتين القايل، مش شرط ميثايل. لسه دي ما قلتهاش تحت، هي مش شرط ميثايل، هي اي مجموعتين القايل. فين مجموعتين الالقايل؟ ما دي مجموعه الايثايل اللي هي C2H5، ودي مجموعه الميثايل. فاذا الكلور لازم يدخلها هنا عشان يبقى المقطع سك، فهنا يبقى سكندري مونو هالايد. طب تعالى هنا. هنا قال ايزو بيوتايل كلورايد، رسم ذره كربون. ايزو يعني شايله مجموعتين ميثايل، ما ينفعش ادخل فيها الكلور، فدخل الكلور في الذره الاولانيه فبقاها برايمري. تعال نشوف السؤال اللي تحت. هنا قال مثلا تيريتشري بنتايل بروميد. واحده واحده. انت دلوقتي بتقول تيريتشري يعني ذره كربون شايله 3 مجموعات القايل. ادي رسمت كده، ادي هيدروجين او اسف كربون شايله مجموعه ايثايل ميثايل ميثايل، مش شايله 3 ار. حلو. البروم تدخل فيها. هشوف هو ني ولا تيرتشي، مش قال تيرتشي يبقى البروم هتدخل فيه. فهنا ده بيتريتش مونو هالايد. طب هنا لو قال نيو لازم ذره كربون
عامله 3 ميثايل، ما ينفعش ادخل فيها البروم، فالبروم دخلتها على الاوليه برايمري. طب خلاصه الكلام من الاخر عشان ما فيش لخبطه يعني. انت اصلا اول ما تسمع كلمه ايزو اجري ارسم كربون شايله مجموعتين ميثايل وما تدخلش فيها الهالايد. لقيت المقطع سك، ذره كربون شايله اي مجموعتين القايل وبتبقى عامله رابطه مع الهيدروجين ورابطه مع الهالايد بتاعي اللي هو رمزه اكس. طيب لو نيو لازم ذره كربون شايله 3 مجموعات ميثايل بالشكل ده. طيب لو المقطع تيرتري يعني ذرة كربون شايلة 3 مجموعات القايل ميثايل بقى، أي 3 مجموعات القايل بس ما ينفعش يبقوا 3 ميثايل، ونحط هنا مثلا اكس اللي هو الهالايد بتاعي. ده خلاصة الكلام. ومن الآخر يعني هو أصلا باين من الاسم. هو أنا لما أقول لك أصلا كلمة تيرتري مثلا بنتايل برومايد مثلا، طب ما هي باينة قوي إن البروم هيكون ثالثي من الاسم. قال لك سك فأكيد البروم ثانوي، وده هيفيدنا قوي في تحديد التفاعل. بعد كده هناخد البريبريشن بتاعت المونو هالايد. يعني انا بجيب المونو هالايد منين؟ قال لك والله بكذا طريقه. الطريقه الاولى اغلبيه الطرق دي احنا خدناها عموما هي بجيبها من الالكان. تعرف ان الالكان لو عملت له هلجنه بالاستبدال في وجود الالترا فايلوت، انا عايز من كل تفاعل الرياكشن بتاعه النوع بتاعه. فمن الالكان في وجود الالترا فايلوت، وخدناها من الترم الاول اول ما تشوف الترا فايلوت او بيروكسايد مثلا على سهم التفاعل، فالتفاعل ده بيمشي بطريقه الفري راديكال اهي. طب الالكان هل اديشن؟ هو ما عندوش روابط باي، فلازم يبقى سبستيوشن، ففري راديكال سبستيوشن. يعني مثلا طب تعالى عشان دي فيها حته برضو، الهايبر كونجيوكيشن احنا شرحناها كتير وعايزينها في المحاضره دي، يعني اغلبيه المحاضره هنا هنشتغل دلوقتي هايبر كونجيوكيشن، اللي هي باختصار ان كل ما تزداد عدد الروابط الفا اللي هي ما بين الروابط الاحاديه بين الكربون والهيدروجين، يزداد الاستابيليتي عندي في المركب. واي عنصر او اي عنصر داخل على مركب عضوي بيحب ينشن على ذره الكربون المور ستيبل. دي خدناها الترم الاول، قلت لك مثلا CH3 CH2 CH3 هيفعلوا Br2 في وجود الالترا فايلوت. الترا فايلوت يعني فري راديكال، وده الكان يعني فري راديكال سبستيوشن. هنا بقى يبقى في لخبطه. بمعنى طب هو البروم هيدخل فين؟ هل البروم هياخد اتش من هنا ويدخل، ولا هياخد اتش من هنا ويدخل؟ راح ابصوا نلاقي عندي ناتجين. ناتج طلع كده CH2Br، وناتج طلع كده طب مين بقى اللي طلع بنسبة أكبر أو مين الميجور؟ قال له طب تعالى نشوف كده الاستابيليتي. الاستابيليتي كنت بحددها إزاي؟ دايرة على الكربون اللي أنا عايز أشوف عندها الاستيبل، ببص على ذرة الكربون اللي ماسكة فيها مش الألقايل، مين اللي ماسك فيها دي مش بحسبها. عاملة رابطتين مع هيدروجين يعني دي فيها 2 ألفا. هنا ببص على ذرة الكربون الماسكة اللي عندي فيها حواليها مجموعتين يعني عاملة 6 ألفا، يبقى مين المور ستيبل ده؟ فده هو الميجور برودكت او اللي طلع بنسبة اعلى. هو ده طلع بس ده طلع بنسبة اعلى بكتير. ده طبعا بسبب مين؟ الهايبر كونجيوكيشن، او مكتوب فوق الالترا فايلوت البروم داخلنا كميجور برودكت. اول حاجة من الالكين، والالكين عندي حاجتين، يا ماركينيكوف يا عكس قاعدة ماركينيكوف. وانتي ماركينيكوف بعرفها ازاي؟ لو عندي على سهم التفاعل بيروكسايد. طب ماركينكوف بيمشي ازاي؟ عن طريق الكتروفيليك اديشن. ليه الكتروفيليك اديشن؟ هو الالكين ايه؟ مش في رابطه باي يعني غني بالالكترونات، فانا بجيب له حد بيحب الالكترونات فانا سميته الكتروفيليك. ليه يا عم اديشن؟ لانه في روابط باي.
طب ليه انتي ماركينيكوف سميته فري راديكال اديشن؟ كلمه فري راديكال بسبب البيروكسايد على سهم التفاعل، واديشن عشان عنده روابط بار. طب تعالى نطبق على انتي ماركينيكوف. وبرضو انا هستخدم مين؟ الاستابيليتي طبعا. اولا قاعده ماركينيكوف ان الرابطه دايما بتنكسر للخارج، والهيدروجين بتاعي بيروح لعذاره الكربون الاعلى في الهيدروجين والتانية الى الاقل في الهيدروجين. بس هي مش دي احنا كنا واخدينه في ثانوي. احنا مثلا دلوقتي انا هشتغل على ماركينيكوف. ماركينيكوف مثلا انا بضيف اتش اكس، الاتش ده موجب والاكس ده سالب، فالهيدروجين كان بيروح لذره الكربون الاعلى في عدد ذرات الهيدروجين. وخدناها في ثانوي ان السالب بيروح لمين؟ لذره الكربون التانية اللي هي جنبيه. يعني مثلا لو رابطه انكسرت كده، فالهيدروجين مثلا لو دخل هنا فلازم الاكس يدخل هنا. ده الكلام اللي احنا كنا واخدينه في ثانوي. هنا بقى المنهج بقى مختلف. الاصح ان السالب يدخل لذره الكربون المور ستيبل، لان اي هدف مركب عضوي ان يكون مستقر. طب تعالى نطبق الكلام ده. لو جبت لك مركب مثلا CH3 CH3 مثلا عاملينها مع الاتش، مثلا CH2، وجي قال لك ضيف لي HBr. قاعدة ماركينيكوف مش حاطط بيروكسايد. ايام ثانوي كنا بنحل ازاي؟ والله كنت بقول في ثانوي بعمل كده. الرابطة دي تنكسر، ادي شلتها، فالهيدروجين هيروح لذرة الكربون الأعلى في الهيدروجين فيدخل هنا، والبي ار تدخل هنا، فالمفروض يطلع المركب CH3 CH3 CHBr CH3. طيب أولا المركب ده لما جيت تفاعل ده الماينور برودكت بتاعي، أو ده اللي طلع بنسبة قليلة. طب إيه اللي حصل في التفاعل ده؟ هنا طبعا الهيدروجين هيروح لذرة الكربون الأعلى في الهيدروجين، دي ما عنديش فيها مشكلة. نيجي بقى للجزء السالب ده، هو البي ار سالب. هو عايز ينشن على ذرة الكربون المور ستيبل. طب هي ذرة الكربون المور ستيبل لو أنا عايز أجيبها بسرعة، قلت لك إيه؟ بروح لذرة الكربون الأقل في الهيدروجين. مين ذرة كربون أقل في الهيدروجين عندي هنا؟ دي. واحد يقول لي طب ما دي كان عليها اتش. ماشي، ما أنا لما كسرت الباي ظهر على دي موجب، صح؟ الموجب اتنقل لهنا بالهايبر كونجوكيشن في الهيدروجين ده راح كده. بمعنى انا ادي المركب بتاعي، ادي الهيدروجين، وادي مثلا CH، كان ادي CH3. ذرة الكربون دي موجب، حصل. فاللي يحصل الموجب بقى يتنقل عشان يبقى مور ستيبل لدي. فلما الموجب يتنقل هنا فالهيدروجين يروح للذرة دي فيديك المركب ده موجب CH3 CH2 CH3. فالبروم يروح مهاجم المنطقه الموجبه. ليه هاجم المنطقه دي؟ عشان ده المور ستيبل. فالتفاعل ده لما اتعمل طلع المركب ده. طب ليه بقى البروم دخلت هنا؟ عشان ده المور ستيبل. لان لو بصيت على ذره الكربون دي هلاقيها عامله 8 الفا. هات لي ذره في المركب ده معديه 8 الفا، استحاله تلاقي، مفيش. فذره البروم دخلت لذره الكربون المور ستيبل. تعال نشوف الكلام ده. هنا مثلا تقول لك ايزوبنتين لما ضاف له الاتش بي ار في وجود الماركنيكوف الرابطه اتكسرت كده، فالاتش راح هنا والبروم داخل هنا فاداك تيريتري بنتايل برومايد. تعالى بقى على المركب اللي هو نيو هيبتان ده، عشان دي حصلت حاجه تاني. لو انا عندي مركب كده CH3 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 مثلا CH دبل CH2، قلت لك مثلا ضيف لي HBr، يعني طبق قاعدة ماركينيكوف اللي انا متعود عليه طبعا.
الرابطة دي هتنكسر، هشيلها، فالهيدروجين هيروح هنا، والبروم هيروح لذرة الكربون المور ستيبل. هنا بقى ممكن تحصل لخبطة للبعض، ايه هي؟ طب دلوقتي المركب ده هيروح فين؟ فحد يقول لي خلاص هو ما قداموش غير ذرة الكربون دي موجب، اصلا انا يعني هو يبقى مور ستيبل لمين؟ يعني انا داخل موجب لمين. لما شافوا التفاعل ده ليه، المركب عمل حركة ذكية جدا، شاف مجموعة الميثايل دي نقلها للذرة الكربون دي، فأصبح المركب كده. طب سؤال، ايه الموجب هنا؟ حلو، هل الموجب هنا هي ذرة الكربون المور ستيبل؟ طب تعالى نحسبها كده. لو بصيت على الكربون دي، 3 و3 6 و1 7، يعني عامل 7 ألفا. طيب تعالى ننقل الموجب، نحطه هنا مثلا، تعالى نشوف ذرة الكربون دي عاملة قد ايه. عاملة 3 و3 6، وعامل ربط هنا 7 ألفا. مش ذرتين الكربون عندي زي بعض؟ حلو، يبقى مثلا البروم يروح دخل هنا مثلا، اي بقى ذره مش هتفرق معايا، فالبروم مثلا دخل هنا عادي. طب تعالوا نشوف الكلام ده فوق. ايوه عادي، ممكن المركب ينقل مجموعه ميثايل عادي، ان هو اصلا عايز يبقى مستقر، فبيعمل اي حاجه يقدر يعملها عشان يبقى مستقر عموما. طب احنا اشتغلنا اللي تحت على نيو هيكسان، تعالوا نشوف النيو هيكتان ده كده. هنا بقى في حاجه، الرابطه هنا ذرتين الكربون عندهم نفس عدد الاتش. تعالى عشان ده نشرح بالتفصيل، عشان ده كان عليه شغل اكتر. ده كان نيو هيكسان، دي بس عشان اوريك بس ان ممكن انقل مجموعه الميثايل. تعالى بقى نشتغل المركب اللي تحت، عشان المركب اللي تحت ده حصل فيه حاجات غريبه. لو انا عندي اهو سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 مثلا، سي اتش بوند سي اتش 3، والله دي في اتش بي ار. طيب المركب ده كان ليه احتمالات او في شغل اكتر ليه؟ هو انا دلوقتي انا هكسر الرابطه دي، حصل اكيد. هنا بقى كانت تكمن المشكله، هي القاعده بتقول لك ان الاتش بتروح لذره الكربون الاعلى في الهيدروجين. طب الكربون دي عندها هيدروجين ودي عندها هيدروجين، طب دلوقتي الاتنين متساويين، الهيدروجين هيروح فين؟ طب تعال ندرس الاحتمالات. فرضا الهيدروجين دخل على ذره الكربون دي، حلو، فاذا البروم بتاعي يا هيدخل على الكربون دي يا هيدخل على الكربون دي. طب تعالى نفترض مثلا ان ده حصل، ماشي، يعني مثلا دي اصبحت H2 مثلا، فالبروم اكيد هيدخل هنا، ما ده المور ستيبل. عنده كام الفا؟ عنده 5 الفا، خليك فاكر الرقم ده. طيب ايه الاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني ان الهيدروجين يدخل على ذرة الكربون دي، فاذا البروم قدامه الليلة دي. طب الليلة دي تحصل ازاي؟ هتحصل نفس الفكرة، مجموعة الميثايل الحلوة دي هتتنيل على الكربون دي، فيبقى الشكل كده. طيب فاذا البروم عندي ليه احتمالين، يا هيدخل هنا يا هيدخل هنا. تعال نحسب له الالفا. لو هو مثلا البروم الموجب ظهر عندي هنا، تعال نحسب الالفا، ادي 2 و3 5 و1 6 الفا. طب تعالى نحسب الموجب على ذرة الكربون التانية، 3 و3 6 و1 7 الفا، وكان الاحتمال الاولاني فوق 5 الفا، فمين المور ستيبل؟ كربون دي. فالمركب ده بعد ما عملوا له التفاعل طلع المركب ده، البي ار دخلت هنا. دي فهمنا ليه بقى الليله ليه البروم دخل هنا، يعني ما كسرش الناحيه التانية، ما كان عنده احتمالين، يا يكسر هنا هنا. طب انا لو جالي في الامتحان لازم اشتغل احتمالات، ان الهيدروجين يا هتنكسر بره هتنكسر جوه، بس يعني في الاغلبيه، انا مش بقول دايما، في الاغلبيه ان الرابطه بتحب تنكسر الى الجهه الاقرب للخارج. يعني مثلا لو بصيت على المركب بالشكل ده، فالرابطه بتحب تنكسر لاقصر مسافه لبره، يعني هي مسافتها طويله شويه.
فبرضه ده ما يمنعش لازم اشتغل بالاحتمالات بتاعتي. فلما اعمل له ماركنكوف والبروم دخل هنا. نفس المركب، مركب تاني برضه اتش بي ار، عمل انتي ماركنكوف. انتي ماركنكوف بشتغل فري راديكال ليه؟ عشان دي بيروكسيد واديشن، بعكس. البروم بقى تدخل على ذره الكربون الاعلى في الاتش، فالبروم هتدخل هنا والهيدروجين هيدخل هنا، وده ما فيهوش شغل قوي في المور ستيبل يعني، فالبروم دخل هنا. هنا مثلا الكحول مثلا نفس الفكره، الاو اتش هيخرج، تصبح الذره دي موجب، الميثايل هتتنقل هنا، فالبروم هيدخل للمور ستيبل للذره دي. نفس المبدا اللي احنا مشينا فيه في ماركنكوف. تفاعل تاني اقدر اجيب منه المونوهالايد. انا لو عندي كحول، لو فعلته مثلا مع البي سي ال 5 او اس او سي ال 2 سيانو كلورايد، بيديني ايه؟ بيخرج مجموعه الاو اتش وادخل مكانها الكلور. تعالى بقى على اهم حته، ودي الجديده اصلا في الشابتر كله، ودي اللي بيجي في الامتحان. كل اللي فات دي معلومات قديمه يعني مش اساسيه انها تيجي، ده بقى اللي بيجي. تعال نشرحه تحت. انا ده كل ده شغلي ان انا ازاي اجيب مونوهالايد. طب ايه الحته اللي جايه بقى؟ الحته الجايه دلوقتي انا عندي مونوهالايد، حلو، يعني عندي ذره كربون شايله مثلا كلور، وهنشوف دلوقتي الثلاث روابط اللي عاملاها. المونوهالايد بيتفاعل ازاي؟ قال لك والله المونوهالايد ليه طريقتين في التفاعل. تفاعل بسميه SN1، اختصار لكلمة يوني مولوكيار نيوكلوفيليك، وهنقول يعني ايه. او بيتفاعل عن طريقة SN2 داي مولوكيار نيوكلوفيليك، وبرضه هنقول الكلام ده ايه، واقول لك دول بيعتمدوا عليه. طب تعال ندي مثالين وهنفهم منه القواعد ماشية ازاي. هو انا لو عندي مثلا ذرة كربون ماسكة كلور وعاملة دي هيدروجين، هيدروجين، طب تعال دي بس ثواني، سي مثلا، سي ال اتش اتش، مجموعة ألقايل، حلو. وأنا مثلا عايز أدخل نيوكلوفيليك، فرضا هفاعل المركب مثلا مع كي سي ان، الكي بوزيتيف والسي ان نيجاتيف، مين اللي هيهاجم؟ أكيد النيجاتيف. فالمركب اللي طلع عندي إيه؟ طلع بالشكل ده. تعال بقى نفهم ليه طلع المركب بالشكل ده، ليه مثلا ما طلعتش الكلور ودخلت السي ان على طول. تعال بقى نشرح الكلام ده. دلوقتي انا هشتغل على مين؟ على السي ان. النيوكلوفيليك اللي بيهاجم عندي بيعمل حركه حلوه. هو مش النيوكلوفيليك بتاعي نيجاتيف؟ يعني السي ان في المثال بتاعي نيجاتيف، صح؟ الكلور هنا اعلى في السالبيه من الكربون، ده منطقي جدا، فبرضه بيظهر عليها سالبه جزئيه. فلو افترضنا ان السي ان هيهاجم الكلور كده على اساس يخرج السالب، هيهاجم ازاي وده سالب مع سالب؟ يحصل ريبالشن، تنافر. طب السي ان بقى يهاجم ازاي؟ قال لك السي ان بيعمل حاجه اسمها باك سايد اتاك. يعني ايه باك سايد اتاك؟ هجوم خلفي. فالسي ان يهاجم الكلور من ورا، بس هنا في مشكله. المجموعات اللي شايله الكلور مجموعات صغيره في الحجم ولا كبيره في الحجم؟ لان لو صغيره في الحجم هيقدر يدخل ما بينهم، مجموعات كبيره في الحجم مش هيقدر. هنا عندي هيدروجين، هيدروجين الكايل، الهيدروجين حجمه صغير، ففي مسافه بينيه، فيقدر السي ان يهاجم الكلور من الخلف، بسميها باك سايد اتاك. فبيديني الشكل ده، كربون شايله دي اتش اتش ار سي ان سي ال. الشكل ده اسمه حاجه ترانزيشن ستيت، رمزه تي دوت اس، وده شكل لحظي في التفاعل. يعني ده مش بيتكون، ده لحظي، ده انا بشرح ميكانيزم التفاعل، ده لحظي. في روابط تتكسر ورابط تتكون. فين الرابطه دي؟ هي اللي اتكسرت ودي اتكونت. طب بعد كده في الحاله دي الكلور هيخرج، بس السي ان داخل هنا في المركب اللي يطلع سي ان اتش اتش ار. فيقول لك المركب ده حصل له حاجه اسمها انفيرجن كونفيجوريشن، الانقلاب في الشكل الفراغي. بمعنى لو انا بصيت على اصل المركب فوق، هلاقي ان الكلور الهيدروجين بتاعها والالقايل في الجانب الايسر. طب لما عمل نيوكلوفيليك
اتنقلوا للجانب الايمن، فده يقول لك ايه؟ عامل حاجه اسمها inversion configuration، الانقلاب في الشكل الفراغي بتاع المركب، بيتقلب المركب. طيب حاجه تاني، التفاعل ده امتى يبقى سريع؟ اكيد لو سريع لو عندي الار سي ال مثلا، يعني الالقيل هالايد بتاعي تركيزه عالي جدا فعدده كتير، فالنيوكليوفيليك يهاجم بسهوله. او لو زودت تركيز النيوكليوفيليك بتاعي، يعني لو زودت تركيزه فهيزيد اكتر فيقدر يهاجم. ده بقى النظام اللي انا بسميه بقى مين؟ ده اللي انا بسميه الاس ان 2. ليه يا عم اس ان 2؟ ليه اسمها داي موليكيولر نيوكليوفيليك. فين الداي؟ يعني ايه داي موليكيولر؟ يعني عندي اتنين نيوكليوفيليك. فين الاتنين نيوكليوفيليك؟ السي ال والسي ان. تفاعل حصل في الاتنين نيوكليوفيليك فسموه اس ان 2. طب ده تم على كام خطوه؟ مرحلتين، والحاجات دي بنتسال فيها. الاس ان 2 تم على، اسف، 1 ستيب، خطوه واحده مش خطوتين. ده حصل على 1 ستيب، ان السي ان دخلت السوق، يعني السي ان دخلت في الوقت اللي فيه الكلور فالكلور خرجت. طب تعالوا نشوف المرحله الثانيه، نفس المثال بس انا هغير شويه. يعني ادي الكلور ماسك فيها السي ال، بس هنا فيها 3 مجموعات القايل. هتفرق معايا دلوقتي. برضه نفس الفكره، السي ان نفس المبدأ اللي انا مشيت عليه. لو السي ان هاجم كده مش هينفع يحصل ريبالشن تنافر. طب ايه اللي حصل؟ جه السي ان حب يعمل باك سايد اتاك بالشكل ده. جاي يلاقي المجموعات الالقايل حجمها كبير، فحجمها كبير قافله شويه المسافات البينيه، فمش قادر يدخل ما بين المجموعتين الالقايل. طب كل مش كده مش قادر يهاجم الكربون. فبقى النيوكليوفيليك ده يعمل ايه؟ بيستنى. يعني ايه يستنى؟ يستنى الكلور يخرج الاول، يستنى الكلور يخرج فيتكون الشكل ده. فطبيعي لما الكلور يخرج يعني نقصت رابطه من الكربون، في مجموعات الالقايل تتباعد شويه في الشكل الفراغي فيديك الشكل ده. ادي ار ار ار، كده زادت المسافه. طيب ادي النيوكليوفيليك. النيوكليوفيليك ليه طريقتين وبيطلع مركبين: انه يعمل باك سايد اتاك، انه يهاجم ذره الكربون من الخلف، فده برضو بيعمل انفيرجن في الكونفيجوريشن. فادي السي ان وادي الار وادي الار وده الار. او الاحتمال التاني يعمل حاجه اسمها فرونت سايد اتاك، انه يهاجم الذره دي من قدام عادي جدا، فيحصل للمركب بالشكل الاصلي بتاعه. ادي سي ان ار ار ار، وفي الحقيقه الاتنين بيطلعوا وده بيبقى ميكس، الاتنين موجودين. ودي الطريقه اللي انا بسميها اس ان 1، اسمها اونو مولوكيولار نيوكليوفيليك. ليه بقى سميتها نيوكليوفيليك واحد؟ لان انا السي ان لما هاجم الكلور السي ال بتاعتي خرجت، فهنا حصل بطريقه نيوكليوفيليك واحد بس. التفاعل ده تم على كام خطوه؟ خطوتين. الخطوه الاولى ان الكلور خرج، الخطوه الثانيه ان السي ان هاجم. طب التفاعل ده امتى يبقى سرعته؟ انا عايز ازود سرعه التفاعل. هو امتى التفاعل ده تم؟ لما الكلور خرج. يعني هل انا لو زودت تركيز النيوكليوفيليك التفاعل بتاعي يتم؟ لا، لان انا لو زودت تركيز النيوكليوفيليك بس الكلور موجود التفاعل مش هيحصل. طب امتى بقى؟ لو زودت الار مجموعات الالقايل او الار سي ال عموما، تركيز الار سي ال زاد، فده بيساعد على سرعه التفاعل. تعال نشوف انا الكلام ده لمه كله، وهشرح دلوقتي امتى اقول على ده اس 1 اس 2 لان ده فكره الامتحان اصلا. تعال نشوف احنا لمينهم ازاي. قلت انا مثلا في الاس ان 2 باي مولكيولار نيوكليوفيليك، في 2 نيوكليوفيليك بيتم خطوه واحده، بيحصل باك سايد اتاك، حاجه اسمها ترانزيشن ستيت، يعني مركب وسطي لحظي مش بيبان، وبيحصل انفيرجن في الكونفيجوريشن، الشكل الفراغي بتاعه بيتقلب، والتفاعل بيعتمد على التركيزات دي النيوكليوفيليك والار سي ال. طب الاس ان 1 اونو مولكيولار نيوكليوفيليك واحد، على خطوتين: ان الكلور خرج، بعد كده النيوكليوفيليك ليه طريقتين: يعني يعمل باك سايد اتاك فيعمل انفيرجن في الكونفيجوريشن، او يعمل فرونت سايد اتاك فيديك يعتبر الشكل الاصلي. وده بيسميه ميكتشر ما بين الاثنين، وده بيعتمد على الار سي ان.
حتى اللي بعد كده قال لك النيوكليوفيليك بتاعي اللي بيهاجم الكربون ليه احتمالين، يا يكون نيوكليوفيليك سترونج قوي، يعني قوي عليه شحنة سالبة، او يكون ضعيف، يكون عنده مثلا لون بير. طب دي بقى تفيدني في ايه؟ دي بقى تفيدني في اللي جاي جدا، وده بقى اللي بيجي في الامتحان عموما، هيجي عليها سؤالين على الاقل او ثلاثة كمان. اللي هو انا عندي الثلاث احتمالات ممكن اشوفها. احتمال رقم واحد ان الكربون بتاعتي شايله ادي هيدروجين، هيدروجين ار سي ال. مبدئيا الهلايد ده اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ والله الكربون عندها 2 هيدروجين، يبقى ده برايمري مونو هالايد. طب حلو، ده اس ان 1 ولا اس ان 2؟ خد قاعده، اللي هيتفاعل بالاس ان 2 هيكون عنده هيدروجين كتير، لان المسافات بتاعته بتبقى كبيره لان حجمه صغير، فاذا ده عنده 2 هيدروجين فهيحصل باك سايد اتاك، فده يتم عن طريق الاس ان 2. يسالك بقى في الامتحان ايه؟ يجيب لك المركب ده يقول لك والله ده بيتم بطريقه ايه، تقول له اس ان 2. بيحصل باك سايد اتاك ولا فرونت سايد اتاك؟ لا، باك سايد اتاك. ده بيحصل فيه الانفيرجن كونفيجوريشن، انقلاب في الشكل الفراغي. طب الحاله الثانيه، ان مثلا ذره الكربون بتاعتي شايله 3 مجموعات القايل. اسالك الهالايد ده اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ الكربونه دي مش عندها هيدروجين، فالهالايد بتاعي ثالثي. حلو. هل عنده هيدروجين يقدر في مسافه يدخل فيها النيوكليوفيليك؟ لا، فده لازم يمشي بالاس ان 1 على خطوتين، يحصل فيه ممكن الباك سايد اتاك او الفرونت سايد اتاك. يبقى انت خد قاعده ودي احفظها، ان لو الهالايد بتاعي اولي هيعمل اس ان 2، الهالايد بتاعي ثالثي هيعمل اس ان 1. تعالى بقى لو ثانوي عشان عندي احتمالين. ثانوي مثلا سي اتش ار ار سي ال، كربون ماسك هيدروجين فسكندري. طب ده اس 1 ولا اس ان 2؟ هنا بقى بيعتمد على النيوكليوفيليك بتاعي. لو النيوكليوفيليك بتاعي من النوع السترونج يعني عليه شحنة سالبة، فده يعمل اس ان 2، لان هيقدر يدخل ما بين الاتش والار. طب لو النيوكليوفيليك بتاعي ويك ضعيف يعني مثلا في لون بير، ده هيمشي اس ان 1، لان هو مش هيقدر يدخل ما بين الهيدروجين والالقاين. ودولت اللي انت لازم تحفظهم عشان دولت هم اللي هيجوا في الامتحان اصلا. يبقى هنا لو اولي اس ان 2، ثانوي لو نيوكليوفيليك قوي اس ان 2، لو ضعيف اس ان 1، لو ثالثي اس ان 1. ايه السؤال بيجي في الامتحان ازاي؟ يجي يقول لك ايه مثلا، مركب زي تيريتشري مثلا بيوتايل برومايد يتفاعل بايه؟ من غير ما تكمل كلمه تيريتشري يعني الهالايد بتاعي ثالثي، ثالثي يعني اس ان 1. السؤال بيجي كده. طب تعال نشوف الميكانيزم بتاع التفاعل، انا قلته بس تعال نعيده تاني. هنا مثلا بيقول لك ايه الميكانيزم تفاعل ان بروبايل برومايد. اولا تعرف تكتب المركب اكيد، يعني ايه ان؟ 3 ذرات كربون على سلسله، وتقول فيها ان وفيها هالايد، يعني الهالايد يدخل على الكربونه الطرفيه. حصل. اولا البروم ده المونو هالايد اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ اولي. عرفت ازاي؟ لان الكربون على ماسكه 2 هيدروجين. هيمشي اس ان 1 ولا اس ان 2؟ اكيد اس ان 2 لان في هيدروجين هيعرف يدخل ما بينهم. فمثلا فعل ماركي سي ان، فاكيد السي ان دخلت هنا. التفاعل ده حصل ازاي؟ ادي الكربون شايل هيدروجين وايثايل وبرومايد، السي ان عمل باك سايد اتاك، هاجم الكربون من الخلف بنفس الفكره. ادي ترانزيشن ستيت، ده مركب لحظي، مركب رابطه بتتكسر ورابطه بتتكون، بس ده في لحظه في ثانيه دي بتتكسر ودي بتتكون. بعد كده يحصل انفيرجن في الكونفيجوريشن، انقلاب في الشكل الفراغي، يعني دولت يروحوا الناحيه الثانيه والنيوكليوفيليك يدخل هنا. مثال تاني، تيريتشري بيوتايل كلورايد، يعني ذره كربون 3 مجموعات ميثايل وادي البروم. اولا البروم هنا اولي ولا ثانوي؟ ثالثي. ثالثي. اس ان 1 ولا اس ان 2؟ اكيد الاس ان 1 لان اصلا عندي 3 القايد، فهو مثلا عايز يدخل مجموعه الميثوكسي او سي اتش 3 مثلا، دي نيجاتيف. الاو سي اتش 3 عايزه تدخل مكان البروم. التفاعل ده بقى تم ازاي؟ ادي الكربون شايله الثلاث مجموعات القايل وادي الكلور. الخطوه رقم 1 هستنى بروم يخرج، فالبروم خرج عندي هنا، دي بروم.
اوكي، فالبروم خرج، بروم سالب هيقابل الصوديوم الموجب هيقابله، فاذا الكربون دي موجب. الاو سي اتش 3 سالب يا يعمل باك سايد اتاك يا فرونت سايد اتاك، حاجه من الاثنين. فلو عمل باك سايد اتاك بالشكل ده فهيحصل انفيرجن في الكونفيجريشن، او لو عمل فرونت سايد اتاك فاداك الشكل الاصلي. وفي العموم في الامتحان هو يديك اسم المركب، هيقول لك ده اس ان 1 ولا اس ان 2، او في حاجه اسمها اس ان اي، هي مش علينا بالتفصيل بس لازم تحفظها عشان جت قبل كده. ايه يعني ايه اس ان اي اصلا؟ رمز ايه؟ الاس ان اي هي رمزها سبستيوشن نيوكليوفيليك انترنال، يعني تفاعل الكتروفيلي داخلي، استبدال داخلي. او من الاخر عشان هي مش عايز ادخل في تفاصيل، الاس ان اي اول ما تشوف كحول بيتفاعل مع بي سي ال 5 او اس او سي ال 2 عشان الاو اتش تخرج ويدخل مكانها الهالايد، ده الاس ان اي. حاجه اسمها سبستيوشن الكترو نيوكليوفيليك انترنال، استبدال الكتروفيلي داخلي. مش عايز ادخل في التفاصيل، انت تحفظ لي دي. شوف بي سي ال 5 اس او سي ال 2 هيمشي بطريقه الاس ان اي. كان ندخل على الحته دي برضو خدناها الترم الاول، اللي هي يقول لك مثلا ان ال NOH equals، يعني ايه؟ بتخرج البروم مثلا ودخل مثلا ال OH، بيحصل نيوكليوفيليك سبستيوشن. ليه يا عم نيوكليوفيليك سبستيوشن؟ خدنا برضو الترم الاول ان انا اول ما اشوف عندي مجموعه OH قاعديه، مجموعه دي سالب بتحب الموجه فسميتها نيوكليوفيليك. ليه سبستيوشن؟ عشان ايكوس. طب لو كانت كحوليك بعمل اليمينيشن، بعمل حذف. تعالوا نشوف مثال. مثال زي المركب ده 2 كلورو بيوتان، لو عملت له NOH ايكوس اللي هو النيوكليوفيليك سبستيوشن، خرج الكلور يدخل مكانها الاو اتش. طب الكحوليك اليمينيشن، الاليمينيشن يعني انا بشيل الكلور واعمل مكانها باي بوند، وهنا برضو عندي احتمالين، يا رابطه ثنائيه تدخل في النص يا على الطرف. برضو تعتمد على الاستابيليتي. احسبها ازاي؟ ادي ذرتين كربون عاملين باي، هنا عاملين 6 الفا، طب هنا عاملين 2 الفا، فده الماينور وده الميجر. او خد قاعده، الكحوليك لما بتحذف وتضيف رابطه، ضيف رابطه جوه المركب بلاش الاطراف، عشان بيعمل ده مور ستيبل للمركب بتاعي. بعد كده معلومه قديمه مثلا ان مجموعه الكايل فيها مونو هالايد، خدنا التيم ال جرينرد رياكشن. لو عندي مثلا مغنيسيوم، فالمغنيسيوم بيدخل هنا فيبقى مغنيسيوم موجب. وليه 3 احتمالات، لو فعلته مع نفس مجموعه الالكايل اللي معاه في وجود الكلور يدخلها مجموعه الكايل غريبه عنه، يعني مثلا دي فيها 3 كربون والار دي مثلا فيها 2 كربون يدخلها عادي، او لو ميه يسيب نفس الار يدخلها الاتش بتاعتها. ودي حته فنيه بس، اني مثلا لو عندي ار سي ال انا عارف ان الكلور اعلى سلبيه من اي مجموعه الكايل، فسلبه جزئيه ودي موجبه جزئيه، فاذا الار ظهر عليها موجب. طب الحته دي المغنيسيوم هنا موجب، فالار لازم يظهر عليها سالبه جزئيه، فهنا الار بتاعي سالب. ده كل المونو هالايد. بعد كده الداي هالايد تسميتين، يا ايوباك يا كمون. ايوباك ادي اطول سلسله مفيش غيرها اصلا، يبقى 1 و1 داي كلورو ايثان، او كمون نيم تحفظ الاسم ده زي اسمك، ايثايليدين كلورايد او جيمي داي كلورايد ايثان. جيمي لان ذره الكلور عليها نفس، عليها مجموع، عليها الاتنين هالايد. او مركب زي ده مثلا 1 داي كلوروميثان، او بسميه ميثايلين كلورايد. يبقى خلي بالك ميثايلين وايثايليدين. بعد كده البريبريشن بتاع الداي هالايد، اني مثلا هنا بي ار 2 بضيف اكسر رابطه داخل هنا بي ار وهنا بي ار. مثلا لو عندي الكاين اضيف اتش بي ار ماركنكوف على مرتين، اتش تدخل هنا والبي ار التانية تدخل هنا. لو عندي الدهيد او كيتون لو فعلتها مع بي سي ال 5 بيديني جيمينال. فخلي بالك يقول لك مثلا الرياكشن بتاع الالديد مثلا مع بي سي ال 5 بيكون جيمينال ولا فيسينال؟ لا جيمينال، لان بكسر بتاعه الاكسجين دي وادخل مكانها ذرتين كلور. بعد كده التراي هالايد دخل نفس ثانويه عامه كلوروفورم، اعرف انه بس ان هو مخدر سام. بروموفورم ايودوفورم وده لينا ليه شغل دلوقتي. او المركب ده هنا بقى خدنا في معمل العضويه كلنا عارفين ايودوفورم تيست. هو ايه الايودوفورم تيست؟ هو اللي بيكشف على الاسيتالدهايد. كنا بنقول مع الاسيتالدهايد بيدي نتيجة إيجابية، مع الفورمالدهيد بيدي نتيجة سلبية. حد سأل نفسه يا ترى ليه؟ تعالوا نشوف اللي حصل. أول قاعدتين، أول ما تشوف ذرة كربون عاملة دبل بوند مع الأكسجين وفيها مجموعة ميثايل،
سواء دي ار او حتى لو ذره هيدروجين ما يهمنيش، انا اهم حاجه عندي اشوف الشكل ده. الشكل ده يحصل ايه؟ يكون الايودوفورم اللي هو CHI3، ودي تيجي مكانها سونا COONA. او لو لقيت ذره كربون شايله OH ومجموعه ميثايل برضو بيدي نتيجه ايجابيه مع الايودوفورم، بشيل الليله دي كلها واحط مكانها COONA و CHI3. تعال بقى نشوف الايودوفورم. ادي الفورمالدهايد. لو بصيت على الفورمالدهايد هل في منه شكل من الشكلين دول؟ لا، فعشان كده ادى نتيجه سلبيه، ما تكونش اللي هو CHI3. طب لو بصيت على الاسيتالدهايد، لو بصيت على الاسيتالدهايد هتلاقي عامل دبل بوند مع الاكسجين ومجموعه ميثايل. مش الشكل ده هو ده؟ يبقى هيدي نتيجه ايجابيه مع الايودوفورم تيست. هو ده بقى فكره الايودوفورم تيست عموما. طب تعالى نكمل، ما احنا خدناها برضه. ليه الميثانول ما كان بيدي نتيجه سلبيه؟ ان الميثانول ما عندوش شكل من الشكلين اللي انا عايزهم، اللي هم كربون عامله دبل بوند مع الاكسجين ومعاه مجموعه ميثايل، او كربون شايله OH ومعاه مجموعه ميثايل. انا عايز الشكلين دول. الميثانول مش موجود فيه، عشان كده اداني نتيجه سلبيه. طب الايثانول فيه. طب واحد يقول لي سؤال، طب دي جنب التاني اتش، حتى الاتش انا ما يهمنيش طول ما شايف الشكل ده يدي نتيجه ايجابيه مع الايودوفورم. نفس الفكره الاسيتون، برضو في شكل من الشكلين اللي انا عايزهم فيدي نتيجه ايجابيه. فمن الاخر هو هيديك شكل مركب في الامتحان ويقول لك ده يدي نتيجه ايجابيه مع الايودوفورم ولا لا، انت تحفظ الشكلين وخلاص. اخر فكره في الشابتر ده يجي يقول لك ايه؟ ازاي افرق ما بين فيسينال داي كلورايد ايثان اللي هو ده، وجيمينال داي كلورايد ايثان ده. هل بالان او اتش اكوس، ولا الان او اتش كحوليك، ولا الاتنين بيفرقوا؟ انا بحل ازاي؟ ولا بمسك كل مركب وافعله مره مع الاكوس ومره مع الكحوليك. فانا مسكت الفيسينال، لو فعلته مع الاكوس كل كلور هيدخل مكانها او اتش فاداني الشكل ده. الكحوليك اشيل كل ذره كلور واعمل باي بوند فاداني الاسيتيلين. طب تعالى ندخل على المركب التاني. لو عملت له ان اتش كحوليك هيشيل ذرتين كلور يعمل رابطتين ثنائيتين فيدينا اسيتيلين. هل الكحوليك ميز؟ لا، يبقى ده بره. طب تعالوا نشوف الاكوس. الاكوس المفروض يعمل ايه؟ هيشيل ذرتين الكلور ويدخل مكانهم او اتش. هناخدين قاعده ان الكربون اخرها تشيل او اتش واحده تتخلص عنها عن طريق فقد جزيء ميه فيتحول مجموعه الدهيد فادي الاسيتالدهايد. فعلا الان او اتش اكوس هو اللي قدر يفرق. طب ايه بقى اللي بيجي بقى من المحاضره دي كلها في الامتحان؟ الاس ان 2 والاس ان 1. المقارنه دي 1 ستيب دي 2 ستيب. الاس ان 2 لو الهلايد عندي برايمري، او لو سكندري والنيوكليوفيليك بتاعي سترونج اللي هو عنده نيجاتيف. الاس ان 1 لو تريتشري، او لو ثانوي بس النيوكليوفيليك بتاعي ويك ضعيف اللي هو عنده لون بير. والاس ان 2 بيعمل باك سايد اتاك، الاس ان 1 بيعمل باك سايد اتاك او فرونت سايد اتاك. الاس ان 2 بيعمل انفيرجن في الكونفيجريشن، انقلاب في الشكل الفراغي. الاس ان 1 بيعمل الاثنين، يا انقلاب يا بيسيب المركب. او ممكن يجيب لك مثلا زي ما قلنا ان الاس ان اي هو تفاعل كحول مع BCl5 او اس اي او سي ال 2. ممكن يجيب لك مثلا لسه سؤال التفرقه ما بين المركبين دول بالاكواس او الكحوليك. وكده الحمد لله يعتبر تم الانتهاء من منهج اورجانيك كيمستري لمقرر كيمياء 102. اهم حاجه تكون الاروماتيه اتظبطت لان ده عليها الجزء الاكبر. كده فاضل ان شاء الله فيديو هيبقى حل اسئله على الاورجانيك. ده ان شاء الله يا الاسبوع اللي جاي لا اللي بعده، لسه محددش عموما بس مش مهم، احنا كده يعتبر خلصنا المنهج بدري. كده الحمد لله يعتبر دي اخر محاضره في الاورجانيك عموما، وده المقرر كله، وده مقرر سهل جدا. بس التركيز على الاروماتيه، وبالذات المحاضره الخامسه اهم محاضره شرحتها في الاروماتيه الخامسه لان فيها افكار كتيره جدا. اتمنى اكون قدرت افيدكم عموما في المقرر ده. وكده خلاص، سلام.